غير ما تشتريها ده بشوية دقيق ومية هتعمليها. هي ايه السمبوسة القمر بتاعتنا، سمبوسك القمر بتاعتنا معانا. ناس تقول عليها سمبوسة وناس سمبوسك، بس هي صح سمبوسك. المهم هجيب 3 كوبايات من الدقيق، هحط عليهم رشة بسيطة من الملح، ماشي. وبعد كده 3 كوبايات هياخدوا 3 معالق من الزيت، بس كده. يبقى 3 كوبايات من الدقيق، 2 بس الاولانيه زادت شويه، 3، بس كده. الزيت مولع نار، يبقى دي وشويه ميه وشكرا على كده. وهبدا انزل بقى ميه دافيه، ضروري تكون دافيه، تمام، بالتدريج لحد ما العجينه ما تلم. احط بقى شويه ميه كده الاول والم العجينه، وبعد كده اشوف هتاخد ميه مني قد ايه. ميه دافيه عشان بس ايه، تسهل ان العجينه تتفرد معايا على طول. تمام كده. هلم العجينه، وادي العجينه بتاعتنا سابت البوله، بصوا نضفت البوله كده، تمام. هنزلها بقى وابدا اعمل منها كور. بعد ما عملتهم كور كده وغطيتهم وحط رشه دقيق من تحت، تمام. هبدا اجيب بقى واحده كده منهم، الكوانتر حاطه فيه دقيق، وهبدا بالنشابه بقى افردها كويس جدا. بعد ما فردت واحده بقى كده، حطيت عصاك، كان عندي عصاك، حطيته هنا وحطيته هنا، وهبدا بقى ان انا اقفل عليه. الله 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 يستر. هبدا بقى ان انا اقفل كده، تمام، كأنك بتعملي 2 مع بعض، فاهماني، عشان تنجزي يعني. وبرضو اقفلي من هنا كده عليها اهو كده، عشان لما تيجي تفصليها على طول تتفصل معاكي. احنا عملنا دي كده، ودي بس عشان اللحمة ايه لسه مخرجاها من الفريزر. تضغطي عليها كأنك بتعملي 2 مع بعض، تمام. وهبدأ بقى دلوقتي ان انا اقطعها، وهعمل برضو نفس الاشكال. شوية بقى زيت صغيرين اهم، بصوا عشان ابين لكم، بصوا مفيش. هبدأ بقى دلوقتي ان انا ايه، هقليها. ودي الميزة فيها ان هما بتستخدم شوية زيت صغيرين. نحط بقى السموسة بتاعتنا، هتورق دلوقتي، هتنتفخ دلوقتي، وتقلبيها على الناحية التانية. والعصاج بتاعنا طبعا مستوي وبألف هنا وشفا. عايزة اقولك بدل ما تنزلي تشتري حاجة، حاولي على قد ما تقدري تعمليه في البيت، يعني برضو نوع من التوفير. تمام كده. بصوا بقى جميلة قد ايه، وما خدتش زيت كتير زي ما قلت لكم، بجد تحفة. تعالوا كده نقطع. حلوة اوي يا جماعة، مفرغة من جوه، لذة جدا، طريقة بسيطة. ولو عجبكم الفيديو مش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس معاكم حبسة من قناة زي فوتو. شكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. جربتي بقى الفول نقول ايه المشوي؟ تغسلي العيش جميلة، مش العيش بس، تغسلي الصوص. حطي كمية الفول اللي انت عايزاها وحطيها في حاجة ما بتلزقش، طاسة تيفال، اي حاجة ما بتلزقش. تفضلي تشوحي فيها كده لحد ما تبدأ تتلسع وتاخد لون. بعد ما تلسع كده زي ما انت شايفة لونه غير، تبدأي تنزلي عليه مية مغلية. طب هنحط قد ايه؟ سامعين صوت الطرقعة ده؟ هو ده المطلوب. اوعي تحطي عليه ميه من الحنفية هيجلد، لا، حطي عليه ميه مغلية، تمام. وغطي عليه وسيبيه بقى حوالي 4 ساعات كده ولا حاجة. الفول بتاعنا بقى ما شاء الله بقى زي الفل ونفش كده، تمام. وبيبقى مستوي، بيبقى تسلي جميلة اوي، تمام. وحطينا عليه شوية مية، المية لازم نغير يعني تبقى مغطياه. وهحط عليه بقى الدقة بتاعته القمر. ده تسالي يا جماعة، يعني بتحطي عليه معلقة بابريكا، وتحطي عليه القمر بتاعنا ده اللي ما بستغناش عنه، ده عبارة عن ملح على كمون على شطة. واحنا حطينا دلوقتي ملح كمون شطة، وحطينا بابريكا كمان. وهحط ايه كمان معاه، هحط معاه كمان عصرة ليمونة كده، تمام. وبخلي الليمونة معاه كده برضو في قلب ميته، بس كده. وبقلب الكلام القمر ده، عايزه اقولك بيبقى تحفه. لو عندك بقى شويه، استنوا كده، الترمس القمر اللي كنا عاملينه، بصوا بقى الجمال ما شاء الله اللهم بارك. الترمس بقى مع شويه بقى تسالي دي مع دي، بيبقى روعه.
وطبعا الترمس احنا برضو كنا ايه عاملين له المحلول بتاعه برضو زيه هو بالظبط، يعني ينفع احطه معاه او براحتك، حابه تحطيه معاه مفيش مشكله. بصوا بقى لون ميه الترمس، بصوا كان هايل بصراحه. تمام، اتمنى ان انتوا تجربوا طريقه سهله وبسيطه، واشوفكم على خير.